لما جم يعملوا مسلسل الشهد والدموع الجزء الثاني، عفاف شعيب كانت من ضمن الاحداث المفروض انهم هيكبروها سنا، لان ولادها في الجزء ده هيكونوا كبروا وفي مرحله الشباب، وكانوا خالد زكي ومحمود الجندي وليلى حماده ومجدي حماده. وخالد زكي كان المفروض هو الابن الاكبر لعفاف شعيب. وفي احد المشاهد اللي هتجمع بينه وبين عفاف شعيب المفروض ان هتحصل مشاده حاده جدا هتنتهي بان عفاف شعيب هتضربه بالقلم على وشه. وبعيد عن التمثيل، عفاف وخالد كان بينهم صداقه قويه جدا وزماله. فعفاف بتقول لخالد انا مش عارفه ازاي هضربك بالقلم على وشك، والمفروض ان اكون مندمجه جدا، وانت عارف يا خالد انك زي اخويا وانا مش عارفه اعمل ايه. فخالد قال لها اضربي القلم، وقدمي المشهد زي ما المفروض يتعمل بالاداء اللي هيطلع منه، وحب يستفزها وقال لها انا لو جالي دور ومفروض ان اضربك فيه هضربك. فلما بدا التصوير عفاف شعيب اندمجت جدا، وعفاف شعيب في الدور ده كان ادائها خطير جدا زي ما كلنا شفناه على الشاشه. فضربت خالد زكي قلم جامد لدرجه انه قال لها وبتقولي زي اخوكي؟ امال لو مش كده كنت ضربتيني ازاي؟ وفضل المشهد ده في الذاكره عند عفاف شعيب وخالد زكي.